طبعا لو قلتلك إن أشهر وأقدم محل بيبيع منتجات عربية في أمريكا كلها يبقى صاحبه شاب مصري اسكندراني وعنده 31 سنة مش هتصدقني. أمال بقى لو كملت وقلتلك إن الشاب ده النهاردة ممتلكاته متقدرة بملايين الدولارات هتقولي إيه؟ بس قبل ما تقول أي حاجة خلونا نحكي قصة من الأول. فادي فارس أشهر شاب مصري في أمريكا، كان ولد صغير عادي من عيلة كبيرة في اسكندرية اسمها عيلة الفارس، وجده ووالده يبقوا من أشهر المقاولين في اسكندرية. وفضل فادي عايش مع والده ووالدته واخواته الثلاثة في المنشية لغاية ما كمل 11 سنة. بعدها بيقرر والد فادي إنهم يسافروا أمريكا علشان فادي واخواته يدرسوا هناك. ولما سافروا عرف والده إن في محل اسمه جولد ستارز انترناشونال، عبارة عن بقالة بتبيع منتجات مصرية. المحل ده موجود من سنة 99 في ولاية تينيسي، وصاحبه كان واحد مصري، فوالده قرر يشتريه ودفع مقدم فعلا، والباقي يبقى يقسطه من مبيعات المحل. المهم ان المحل اول لما بدأ يشتغل قرر فادي ينزل يساعد والده، خصوصا ان والده ما كانش ملم بالانجليزي قوي، فكانت شغلانته عبارة عن انه هيترجم الكلام اللي اي حد بيقوله لوالده. لكن من كتر ما فادي كان متحمس للشغل بدأ يقف على الكاشير، وكل اللي في باله ازاي هيقدر يطور من المكان ويكبره بسرعة. وفعلا فضل فادي شغال مع والده من غير ما يحس انه شايل مسؤولية اكبر منه، ولا حتى يحس انه مش قادر يعيش حياته زي ما هو عايز. وبالوقت بدأ فادي يكلم التجار ويتفق معاهم على بضايع بفلوس كتير، وطبعا الناس شايفين طفل عنده 16 سنة بيكلمهم، فكانوا بياخدوه على قد عقله وخلاص. لكن الغريب بقى ان في كل مرة الوعود دي كانت بتتنفذ ولا كأنها وعود رجل اعمال في الخمسينات. ساعتها قرر والد فادي يسيب له المحل بالكامل يبقى هو المسؤول عنه، هو شكله كده حابب الموضوع وهينجحه. وفعلا في ظرف 3-4 سنين ما بقوش ملاحقين على الشغل وسمعته بقت تتكلم عنه. الكلام ده يحمس فادي اكتر، فيبدأ يتفاوض علشان ياخد توكيل منتجات يبيعها عنده في المحل، خصوصا ان المحل لسه عليه ديون كتير وهو دلوقتي المسؤول انه يسددها. بدأ فادي يفكر ازاي يخلي المكان ده مميز علشان الناس تجيله مخصوص، وأول الحاجات اللي فكر فيها إنه عايز يركز على نشر الثقافة المصرية، خصوصاً إن المحل لما اشتراه في الأول كان مجرد بقالة بتبيع منتجات من كل البلاد العربية. فساعتها بيقرر إنه يقلب الموضوع كله مصري، بحيث إن المصريين في أمريكا ما يحسوش إن هم متغربين. فقام عامل فرن صغير جوه المحل بيعمل عيش بلدي وفطير، وجاب قصب وحلويات شرقية وفسيخ ورنجة وملوحة، وعمل مطعم صغير كده بيبيع طعمية. يعني نقدر نقول إنه عمل مصر صغيرة جوه محل جولد ستار. ومن هنا بتبدأ شهرة فادي في أمريكا، وبقى محل جولد ستار زي سبوتاية كده الناس بيتفقوا يتقابلوا عندها كل يوم، ومن كتر حبهم في المكان سموه بيت المصريين. وبقى فادي من أشهر المستوردين في أمريكا من وهو 22 سنة بس. حب فادي بعدها ينقل شغله لحتة أكبر، فقام شاري مزرعة. هو كده كده بيجيب لحوم بكميات كبيرة علشان المحل، فأكيد هيبقى أحسن له يشتري مزرعة يربي فيها حيوانات ويزرع خضار. وفعلا اشترى فادي 25 فدان وعمل مزرعة المصريين أو جولد ستار فارم، وبدأ يربي دواجن وعجول وكمان يزرع خضار زي البتنجان والجرجير والملوخية، وبدأ يتاجر بالجملة. وفجأة بنلاقي فادي حول محل البقالة الصغير لمؤسسة كبيرة قايمة بس على المنتجات المصرية. ومش بس كده، ده كمان بقى من 700 في أمريكا اللي بيوزعوا خضار على المحلات، وبيورد لحوم للفنادق وأكبر التجار. وكمان بقى بيساعد أي حد عايز يفتح محل عربي في أمريكا، وبيديله فرانشايز علشان يستخدم اسم جولد ستار، وكمان بيورد له البضاعة. وبعد كل النجاحات اللي فادي حققها حس إن كده مش كفاية، فقام طالع على المكسيك واخد مصنع علشان يصنع فيه عربيات الأكل تنفع مطبخ ومخبز وأي حاجة نفسك فيها. ومش بس كده، ده كمان بدأها في الوقت اللي عربيات الأكل ما كانتش انتشرت في أمريكا، لغاية ما وصل إنه بقى عنده 3 فروع للشركة بتاعته في ولاية تكساس وتينيسي وفلوريدا، وكمان بيخطط علشان يفتح في أمريكا كلها، وحاليا بيدور على ناس علشان تساعده في ده. طب فادي دلوقتي ما شاء الله عنده بقالة وعنده مزرعة وبيزرع خضار وبيربي دواجن ومورد قد الدنيا، ايه اللي يخليه يسافر المكسيك ويشتغل في حاجة ملهاش أي علاقة بالبيزنس بتاعه؟ وطبعا معروفة إن باب الطموح لما بيتفتح مفيش حاجة تقدر تقفله.